السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الثاني الإعدادي، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هناخد مع بعض الدرس الثالث، وهو هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبناء الدولة. احنا أخدنا في الدرس اللي فات وعرفنا إن في درس بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عرفنا نزول جبريل على الرسول بالوحي وهو في سن ال40، وعرفنا ان السيدة خديجة طمنته واخدته لبيت ابن عمها ورقة ابن نوفل، وورقة ابن نوفل اخبر الرسول وطمئنه وقال له ان انت هتبقى نبي هذه الامة. وعرفنا مين اللي اول من اسلم من النساء هي السيدة خديجة، من الرجال ابو بكر الصديق، من الصبية كان علي ابن ابي طالب وكان وقتها عمره 10 سنين، ومن الموالي اللي هم كانوا بيشتغلوا عند الرسول او كان عبيد الرسول طبعا كان زيد ابن حارثة. وعرفنا ان بدأ عدد المسلمين لما بدأ يزيد، الرسول اخذ بيت دار الارقم ابن ابي الارقم لتكون دي اول مدرسة لتعليم الاسلام. وعرفنا ان بعد 3 سنين من الدعوة او من البعثة، طبعا عرفنا ان قريش رفضت الدعوة لما جاء الرسول طلع على جبل الصفا واعلن عن الوحي او عن انه نبي او عن البعث. وعرفنا ان بدأت قريش تحارب الرسول وتحارب الدين، وعرضت على الرسول الاموال، عرضت عليه الزعامة، وكمان عرفنا ان اشتد ايذاء قريش للمسلمين، والرسول امرهم بالهجرة الى الحبشة لان ملكها اللي هو النجاشي لا يظلم عنده احد. وعرفنا ان الرسول اراد ان هو يشوف مكان تاني او مكان اخر للدعوة، فاختار طبعا قبيلة سقيف بالطائف، لكن للأسف هم رفضوا الدعوة. وعرفنا ان بعد كده ربنا اراد ان يخفف عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موت عمه وموت زوجته، وطبعا ده سمي بعام الحزن لان الرسول حزن فيه جدا. كان عمه اللي بيسنده كانت زوجته السيدة خديجة، الاتنين ماتوا في نفس العام. فربنا أرسل إليه سيدنا جبريل ليصطحبه في رحلة إلى الإسراء والمعراج. كل ده عرفناه في درس بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده هناخد إيه؟ هناخد بقى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهنعرف بناء الدولة الإسلامية. كل ده هنعرفه مع بعض. نبدأ مع بعض، يلا الفيديو بسم الله. بس يا ريت لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس واختاروا من الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. كمان ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشيروه لاصحابكم عشان يستفادوا معاكم. نبدأ يلا الدرس بسم الله. تمهيد الرسول للهجرة إلى يثرب، اللي هي بيعتي العقبة الأولى والثانية. يعني إيه؟ إحنا عرفنا إن أهل الطائف وقريش كمان الاتنين رفضوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم للإسلام، ورفضوا دعوة النبي بأنه نبي ومرسل. طب الرسول يعمل ايه بقى؟ الرسول بدأ ان هو يفكر في اسلوب جديد لنشر الدعوة بين الناس. طب عمل ايه؟ الرسول عارف ان كل سنة بيجي ناس من جميع انحاء العالم كده او من بلاد كتيرة بيجوا عشان خاطر ان هم يحجوا، يلفوا حوالين الكعبة ويحجوا. فالرسول قال انا هخرج وهعرض نفسي على القبائل والوفود اللي جاية للحج. ليه؟ عشان ادعوهم الى الاسلام. يبقى كده انا مش هقتصر بس على اهل مكة او على قومي او على اللي حواليا، لا انا كده كل ناس ما هتيجي من بره مكة او من بره القوم اللي انا منه طبعا هبدأ اعرفهم واعرض عليهم الاسلام. يبقى هيجي لنا هنا سؤال بما تفسر. اخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل والوفود التي تأتي للحج. ليه الرسول عمل كده؟ ليه عرض نفسه على القبائل وبدأ يقول لهم على الدين الإسلامي ويعرفهم ان هو نبي مرسل من الله سبحانه وتعالى؟ طبعا هنقول لكي يدعوهم إلى الإسلام ويطلب منهم النصرة والمساعدة لتبليغ رسالة ربه. هو بدأ يدعوهم للإسلام وكمان بدأ يطلب منهم ان هم يساعدوه وينصروه عشان يكمل الرسالة اللي ربنا أرسلها إليه. طيب وهو في الحج، الرسول عندنا هنا في موسم الحج اللي هو حوالين الكعبة، الناس اللي كانت بتيجي تطوف حوالين الكعبة التقى، راح كده لقى فيه 6 رجال من أهل يثرب. يثرب طبعا احنا عارفين اللي هي المدينة المنورة. الرسول التقى بهم وقعد معاهم يعرفهم بالدين الإسلامي، يعرفهم ان هو نبي مرسل من الله سبحانه وتعالى.
فبدأوا يستجيبوا له. الستة دولت اللي جايين من يثرب عشان يحجوا بدأوا يستجيبوا للرسول وللإسلام، وتيقنوا ان هو نبي. ازاي؟ لان عارفين ان في اليهودية في نبي هيجي، فعشان كده هم اتأكدوا ان الرسول هو النبي. طيب الرجال دولت او الست رجال دولت عملوا ايه؟ اخدوا بعضهم ورجعوا تاني الى يثرب بعد ما اعلنوا الشهادة واعلنوا دخولهم في الاسلام، وراحوا بقى لقومهم في يثرب يدعوهم الى الايه؟ الى الاسلام. راحوا بقى كده رجعوا تاني بلدهم وقعدوا يدعوا قومهم ان هو في اسلام وفي نبي مرسل. الكلام ده كان امتى؟ الكلام ده كان 11 من البعثة، العام الحادي عشر من البعثة، بعثة الرسول ده العام ال11. طيب العام اللي بعده بقى اللي هو العام ايه؟ العام ال12، اللي هو العام اللي بعده. ايه اللي حصل؟ العام التالي بقى اللي هو العام ال12 من البعثة، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان بدأ عدد المسلمين يزيد. ازاي؟ العدد او الوفد اللي جه من اليثرب تاني عشان يحج بدأ يزيد، لان الستة اللي راحوا يثرب بالدين الاسلامي طبعا بلغوا اهلهم وبلغوا قرايبهم، فدخل معاهم بقوا 12 رجل من قبيلتي الخزرج وقبيلتي الاوس. دولت 12 فرد او رجل من اهل يثرب دخلوا في الدين الاسلامي والرسول التقى بهم. يبقى كم رجل؟ 12 رجل في العام الكام؟ في العام ال12 من البعث. يبقى 12 و12. طيب 10 من قبيلة الخزرج ودولت كانوا أكبر قبائل موجودة في يثرب، وكمان 2 من قبيلة الأوس. فدولت لما الرسول التقى بيهم كانوا أسلموا وعملوا معاهدة، أو عملوا إيه؟ عملوا بيعة. يعني إيه بيعة؟ البيعة يعني حاجة زي الاتفاق، اتفقوا كده مع الرسول على اتفاق. إيه هو الاتفاق ده؟ اتفقوا على 3 حاجات: لا 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 يشركوا بالله، ما يشركوش بالله ابدا، يبقى كده موحدين بربنا، وان الرسول هو رسولهم، وكمان ان هم لا يسرقون زي ايام الجاهليه اللي كان بيحصل، ما يزنوش، ما يقتلوش اولادهم، كمان ان هم ما يعصوا الا يعصونا في يعني ما يمشوش في حاجه فيها حرام فيها منكر، يعني لا الا يعصونه في معروف، يعني لازم يمشوا في الحاجه اللي هي تبع الدين الاسلامي. هم مين دول؟ هم ال 12 رجل اللي جم من يثرب واسلموا من قبيلتي الخزرج وقبيلتي الاوس او قبيله الاوس. طيب ايه النتائج بقى؟ النتائج اللي حصل في بيعه العقبه الاولى. بيعه العقبه يعني ايه العقبه؟ احنا قلنا بيعه يعني عهد او اتفاق. العقبه الاولى ده مكان موجود حوالين مكه، اسمه ايه؟ اسمه العقبه، مكان قريب كده من مكه، بره مكه كده قريب منه، اسمه العقبه. راح الرسول ارسل اول سفير في الاسلام. يعني ايه سفير؟ يعني واحد كده بيروح مكان معين او بلد معينة يبقى سفير عن شخص او عن بلد، ده بيعلم فيها امور الدين. فالرسول اول سفير في الاسلام ارسله هو مصعب ابن عمير. ناخد بالنا كده من الاسم ان هيجيلنا في مثلا الى من تشير هذه العبارة، او الى من هو، يبقى طبعا اول سفير في الاسلام هو مصعب ابن عمير. طيب دي كانت بيعة العقبة الاولى. بيعة العقبة الثانية بقى جت امتى؟ جت بعديها بسنة على طول. يوم ايه؟ يوم 13 من البعث، يوم 13 سنة 13 من الايه؟ من البعثة. تمام كده. برضو الرسول التقى سرا بوفد من اهل يثرب، وكان عددهم بقى كام؟ 73 رجل وامرأتين. كده العدد بدأ يزيد. العدد طبعا دي حاجة كويسة جدا وبشرى كويسة جدا للرسول. ان تاني قلنا في العقبة العام الثالث اللي هو 13 اللي هي بيعة العقبة الثانية، اللي حصل زي ما قلنا كده 73، نفتكرها كده، العام ال 13 فيه 3 وهنا 73 فيها 3 وكمان امرأتان، يعني حوالي 75 حد دخل في الإسلام. وطبعا كانت شروطهم ايه او اتفقوا على ايه مع الرسول؟ ايه الاتفاق اللي اتفقوه مع الرسول؟ اتفقوا مع الرسول ان هم يحموه وينصروه لو هاجر اليهم. يعني اتفقوا ان هو لو هاجر الرسول اليهم اتفق ان هم هينصروه، وهينصروه كمان ايه؟ هيحموه. فطبعا الرسول بيعهم وامر من ايه؟ امر المسلمين اللي هم المسلمين اللي موجودين في مكة، امرهم ان هم يهاجروا ويخرجوا الى يثرب.
يبقى الرسول امر ايه؟ امر المسلمين بالخروج الى يثرب. خلاص الناس المسلمه عشان يهربوا كده من ايذاء قريش الموجودين في مكه، قال لهم خدوا بعضيكم واطلعوا على يثرب. فلما جم هاجروا بقى المسلمين دولت الى يثرب، عملوا ايه؟ خرجوا فسابوا كل حاجه، رموها كده ورا ظهرهم. طبعا ده نوع من الجهاد في سبيل الله. سابوا وراهم فلوسهم وديارهم وكل حاجه، كل ما يخصهم، كل ما يمتلكوه سابوه وايه، وخرجوا وسابوه تاركين كل حاجه ديت، وطلعوا هاجروا الى يثرب طبعا لما الرسول امرهم. زي ما قلت ده يدل على حبهم للدين الاسلامي وللرسول، وكمان بيدل على الجهاد في سبيل الله، ان هم يتركوا كل اموالهم وديارهم وحياتهم وبلدهم وكل ما يخصهم ويسيبوه ويسافروا او يهاجروا الى يثرب. كده احنا عرفنا الهجرة الى يثرب. بالنسبة بقى للمقارنة بتاعة بيعة العقبة الاولى وبيعة العقبة الثانية، ناخد بالنا منها كويس ونركز فيها. ده خلاص بدأ يسافر او بدأ يهاجر اهل مكة المسلمين الى يثرب. طيب ايه اللي حصل بقى لقريش؟ قريش طبعا او قريش بدأ ان هي يدخل الخوف في قلبها، بدأت تخاف، بدأت تقلق. عدد المسلمين عمال بيزيد بيزيد، وبقوا يخافوا على نفسهم وعلى تجارتهم وعلى اسمهم وعلى زعامتهم. طب هيعملوا ايه بقى اهل قريش؟ قعدوا يفكروا قالوا احنا لازم نتآمر على الرسول. ازاي؟ ان احنا نتخلص منه ونبدأ وهنقتله. راحوا عملوا ايه بقى زعماء قريش؟ راحوا اجتمعوا في دار الندوة. دار ايه؟ دار الندوة. دار الندوة ده مكان اجتمع فيه زعماء قريش كلهم، وقرروا ان هم هيقتلوا الرسول ويتخلصوا منه، وبكده خلاص هيقضوا على الدين الاسلامي اللي بدأ خلاص بقى بدأ ينتشر. طيب ليه زعماء قريش عملوا كده؟ عملوا كده لان هم ادركوا الخطورة لما بدأ المسلمين يتجمعوا ويهاجروا الى يثرب. فقالوا لا احنا هنمنع الرسول هو كمان ان هو يهاجر ليهم ويلتحق بيهم، فنقتله قبل ما يوصل لهم بقى. يبقى زعماء قريش عملوا ايه؟ اتفقوا كده واتجمعوا في مكان اسمه دار الندوة. طب ليه اتجمعوا في دار الندوة؟ عشان خاطر ان هم عرفوا خلاص وادركوا بخطورة تجمع المسلمين في يثرب، ان المسلمين خلاص راحوا يتجمعوا في يثرب، فكده طبعا في خطورة كبيرة عليهم. ليه؟ العدد المسلمين بقى يبدأ يزيد ويبدأ ليهم قوة ويبدأ ليهم يكون ليهم جيش. فقالوا لا احنا هنقتل الرسول ونتآمر عليه ونقتله علشان خاطر ان احنا نمنعه ان هو كمان يهاجر ويلتحق بيهم. طيب اتفقوا على ايه بقى؟ اتفقوا او الخطة كانت ايه لما جم اجتمعوا في دار الندوة؟ اتفقوا زعماء قريش على انهم كل قبيلة موجودة هياخدوا منها اقوى شاب. كل قبيلة موجودة في مكة اقوى شاب هياخدوه منها علشان خاطر كلهم يتجمعوا كده ويموتوا الرسول او يضربوا الرسول ضربة رجل واحد بسيوفهم. فطبعا هيتفرج دمه بين القبائل. يعني ايه؟ يعني لما جم اجتمعوا زعماء قريش وقالوا هنقتل الرسول قبل ما يلتحق بالمسلمين في يثرب، قالوا ان الخطة هنعمل ان احنا هنجمع من كل قبيلة اقوى شاب فيها، اقوى شاب كده موجود هيجي ونجمعهم كلهم ويروحوا يخلوا الرسول نايم، ويروحوا عند بيته ان هم قاتلينه او ضاربينه ضربة واحدة بسيف، برجل واحد كده كأنه رجل واحد، ضربة مرة واحدة كده بسيوفهم، وياخدوا كمان دمه فيتفرق بين القبائل. فربنا سبحانه وتعالى طبعا هيحافظ على نبيه وهيحافظ على النبي المرسل. فأخبر الله سبحانه وتعالى الرسول بالمؤامرة دي، وكمان ربنا أذن ليه بالهجرة. قال له خلي بالك ان في مؤامرة ضدك ان هم هيعملوا فيك كل ده، وكمان قال له خد بعدك وهاجر، انا اذنت لك بالهجرة انت كمان الى المدينة او الى يثرب. طيب خطة بقى الرسول لما عرف بده، الرسول هيعمل ايه عشان خاطر ان هو يقدر يهرب من قريش ويقدر يهاجر هو كمان الى يثرب؟ عمل ايه الرسول اخبر ابو بكر الصديق اللي هو صاحبه، قال له انت هتبقى مصاحبني في الهجرة، وقال له اعد لي او جهز لينا راحلتين يعني ايه؟ يعني ناقتين او جملين،
جمالين كده جهزهم لنا، الراحلتين دول جهزهم لنا، حط فيهم اللي هنحتاجه من الماء ومن الزيت ومن كل اللي احنا هنحتاجه في قلب الهجرة وفي طريقنا، حطهم لنا على الناقتين دول علشان هنهاجر بيهم. طيب عمل ايه كمان الرسول؟ دي برضو اول خطة او اول حاجة عملها من ضمن الخطة. تاني حاجة عملها الرسول ان هو استأجر. استأجر ايه؟ استأجر دليل امينا، وهو عبد الله ابن أريكت. عبد الله ابن أريكت. عبد الله ابن أريكت ده ما كانش مسلم، بس كان امين، يعني ما كانش خاين. اصطحب الرسول وصاحبه ابو بكر الصديق ودلهم على الطريق ازاي هيمشوا الى يثرب. تمام كده. طيب كمان عمل الرسول ايه؟ كلف علي ابن ابي طالب برد الامانات الى اصحابها وتركوا في فراشه فانخدع المشركون. يعني ايه؟ يعني الرسول كلف علي بن ابي طالب اللي هو ابن عمه، قال له يا علي في امانات اهي لازم قبل ما امشي تردها الى اصحابها، وكمان نام في مكاني. فلما علي نام في مكانه وكده انخدع المشركين، لان هم كانوا فاكرين ان الرسول هو اللي نايم جوه. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من بيته بالليل او ليلا، وطبعا المشركين كانوا امامه فلم يروه احد او لم يره احد منهم. وكان بيقرا قران بيتلو ايات الله تعالى، بيقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. يعني ايه؟ يعني الرسول طلب من علي بن ابي طالب ان هو يرد الامانات الى اصحابها، دي اول حاجة. تاني حاجة ان هو ينام في فرشته او في سريره، فطبعا المشركين بيحسبوا ان الرسول نايم، فالرسول خرج من قدامهم وهم ما شافوهوش. طبعا خرج بالليل، وكمان اتلى ايات القرآن اللي ديت كانت بمثابة ان هم كانوا صاحيين بس كأنهم معميين مش شايفينهم. تمام كده. فطبعا المشركين جم يقتلوه جوه، فدخلوا لقوا مين؟ لقوا علي هو اللي ايه؟ هو اللي نايم. فعشان كده المشركين انخدعوا. رابع حاجة الرسول هو وصاحبه عملوا ايه؟ هم اختبأوا في غار ثور. غار ثور ده موجود فين؟ موجود في جنوب مكة. كم ليلة قعدوا فيها؟ قعدوا 3 ليالي، حيث كان قد كلف الله سبحانه وتعالى، كلف سوري الرسول صلى الله عليه وسلم كل من عبد الله ابن أبي بكر يتتبع أخبار المشركين، وكمان أسماء بنت أبي بكر بإحضار الطعام لهما، وعامر ابن فهيرة برعي الأغنام حول الغار ليختفي أو ليخفي آثارهم. طبعا لما وصل المشركين إلى غار ثور، حفظ الله بعنايته الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه، فلم يستطيعوا المشركين رؤيته. يعني ايه؟ يعني لما الرسول وصل عند غار ثور، خلاص مشي بقى من بيته وخلاص وصل لغار ثور، ده موجود في جنوب مكة، فقعد فيه 3 ليالي. فطبعا الغار كان يعني ما كانش الرسول، كان ابي بكر خايف من الغار وكده، فالرسول صلى الله عليه وسلم طمنه وقال له لا تخف ان الله ايه؟ ان الله معنا. وكمان الرسول كلف، يعني قال او كلف كده كلا من عبد الله بن ابي بكر واسماء بنت ابي بكر، الاثنين دولت ان هم عبد الله بن ابو بكر ان هو يتبع اخبار المشركين، يعرف المشركين ناويين على ايه، يجيب له الاخبار ايه، الدنيا عاملينها ايه. واسماء بنت ابي بكر كانت بتحضر ليهم الطعام وتطلع فوق الجبل وتوصل لابيها وللرسول صلى الله عليه وسلم الطعام. وكمان كان عامر ابن فهيرة او فهيرة ده براعي الاغنام حول الغار، يعني خد الاغنام كده وخلاها تمشي كده قدام الغار، عشان طبعا ايه؟ بيبقى الاثار موجودة، رمال وصحراء وكده. فطبعا لما المشركين جم وصلوا الى الغار، لقوا الغار عليه، وكان في حمام كده موجود على الغار. فطبعا ايه ده؟ خدع برضو، سبحان الله، ربنا وضعه لكي ينخدع قريش. يبقى كده ربنا حفظ الرسول وحفظ صاحبه طبعا من المشركين او من اهل قريش، وطبعا لم يستطيعوا رؤيتهما، ما شافوهمش. اخر حاجة عندنا طبعا من ضمن خطة الرسول ان هو الدليل بدأ كده بقى صار بهم في طريق غير طريق القوافل حتى وصلوا الى يثرب، فاستقبل اهلها الرسول بالترحاب. يبقى كده الدليل بعد خلاص ما خرجوا من الغار واهل قريش نزلوا وقالوا لا، مش معقولة واستحالة يكونوا موجودين في الغار هنا،
فقالوا تعالوا ندوروا عليه في مكان تاني. راح الدليل اللي كان بيمشي بيهم في الصحراء وعارف الطريق اخدهم بقى في طريق غير طريق القوافل. طريق القوافل اللي هي بيبقى فيها تجارة واهل قريش وكده. فضل مشي بيهم لحد ما وصلوا الى يثرب او الى المدينة. فطبعا استقبل اهل المدينة الرسول بالترحاب صلى الله عليه وسلم. وبكده نجحت خطة الرسول صلى الله عليه وسلم للهجرة الى يثرب. يبقى تاني، خطة الرسول بالهجرة الى يثرب عبارة عن كام؟ 5: اخبر، استأجر، كلف، واختبأ، وسار بهما. أخبر أبو بكر صاحبه بأن يجهز ليهم ناقلتين أو راحلتين للسفر. استأجر دليل أمينا، وطبعا كان هو عبد الله ابن أريقط اللي هما على الطريق. وطبعا ده ما كانش أسلم، بس كان أمين، ما كانش خاين. كلف علي بن أبي طالب إن هو يرد الأمانات لأصحابها، وإن هو ينام في فراش الرسول. وطبعا خرج الرسول ليلا هو وصاحبه دون أن يراه أحدا، وطبعا كده خدع المشركين. اخر حاجه اللي هي رابع حاجه عندنا، ان الرسول وصاحبه اختبأوا في غار سور، ده موجود جنوب مكه. اختبأوا فيه 3 ليالي، 3 ايام او 3 ليالي او 3 ايام موجودين في الغار. وكلف كلا من عبد الله بن ابي بكر ان هو يجيب له اخبار المشركين، يتتبع اخبار المشركين. اسماء بنت ابي بكر باحضار الطعام لهما. عامر ابن فهيرة برعي الاغنام حول الغار عشان يختفي اثر الرسول وصاحبه لما جم يدخلوا الغار. ولما وصلوا المشركين إلى الغار، ربنا سبحانه وتعالى حفظ بعنايته الرسول وصاحبه، فلم يستطع المشركين رؤيتهما. آخر حاجة في الخطة وهي الدليل. فالدليل خدهم في طريق غير طريق القوافل لحد ما وصلوا ليثرب. وطبعا استقبل أهل يثرب الرسول بالترحاب. وبكده نجحت خطة الرسول صلى الله عليه وسلم للهجرة إلى يثرب. يجينا هنا سؤال: بما تفسر نجاح خطة الرسول صلى الله عليه وسلم للهجرة إلى يثرب؟ ليه الخطة اللي الرسول حطها عشان يهاجر إلى يثرب، ليه الخطة دي نجحت؟ ليه نجحها؟ نجحت بسبب عدة عوامل. إيه هما العوامل دي؟ طبعا أول حاجة هي توفيق الله وعنايته برسول صلى الله عليه وسلم. تاني حاجة التخطيط الجيد للأمر. تالت حاجة طبعا ان كان في سرية تامة، مكانش حد يعرف الرسول مخطط ايه بالظبط. ورابع حاجة الرسول قدر يختار القادرين على تنفيذ الخطة. ديت العوامل اللي سببت نجاح الرسول وهجرته الى يثرب. طبعا هنا عندنا ملحوظة ان هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه من مكة امرا هينا على قلوبهم، فهي موطنهم واحب البلاد اليهم، ولكن التضحية في سبيل نشر الدعوة الإسلامية تجلي ذلك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى مكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. ده طبعا بيدل على حب الرسول الشديد لمكة، وطبعا إن هو يهاجر هو وأصحابه، يتركوا بلدهم، يتركوا ديارهم وأموالهم وحياتهم. طبعا دي حاجة مش هينة أو حاجة مش ضعيفة، دي حاجة طبعا قوية جدا جدا. كان طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم متأثر وهو خارج من مكة. كده خلاص خلصنا الدرس، وإن شاء الله نحل الأسئلة مع بعض. ولو عندكم أي سؤال لحد ما نحل الأسئلة اكتبولي في التعليقات وأنا هجاوبكم عليه. أسفة لسه فاضل لنا جزء، معلش اتلخبطت في الدرس، فلسه هنكمل دولة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وأسس قيمها. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص وصل ليثرب أو المدينة المنورة، وكمان أصبح للمسلمين مكانا آمن يمارسون فيها شعائرهم الدينية دون خوف. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يؤسس ويبني في دولة الإسلام. المسلمين خلاص اللي بقوا موجودين دلوقتي في يثرب خلاص بقوا يمارسوا شعائرهم الدينية، ويمارسوا صلاتهم وعبادتهم وإسلامهم دون خوف ودون ما يكون مثلا في السر. فطبعا دلوقتي خلاص بقى يمارسوه بكل حرية وأمان دون خوف. وبدأ الرسول ان هو يؤسس لبناء دولة الإسلام. بناء الدولة الإسلامية طبعا أكيد ليها أركان وليها أسس. طيب بناء الدولة الإسلامية أخذت كام ركن؟ عندنا 3 أركان، 3 أركان كده هو في بناء الدولة الإسلامية أو أسس بناء الدولة الإسلامية.
اول ركن عندنا وهو بناء المسجد. طبعا اول حاجة عملها الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا ان هو اقام وبنى المسجد. طبعا طب ليه؟ دي اول حاجة الرسول عملها اول ما بدأ يعمل او بدأ ان هو يأسس في الدولة الاسلامية، بدأ بالمسجد. طبعا ليه؟ هنقول عشان يكون مقر للحكم الاسلامي، كمان طبعا دار للعبادة يتعبدوا ويعرفوا دين الاسلامي واصول الديانة بتاعتهم، وكمان مدرسة لتعليم مبادئ الدين الاسلامي، ان هم يتعلموا كل مبادئ الدين الاسلامي بيكون في المسجد. ده اول ركن اللي هو بناء المسجد. تاني ركن عندنا وهو المؤاخاة بين المهاجرين والانصار. المؤاخاة يعني يبقى في اخوة كده ما بين المسلمين، ما بين المهاجرين والانصار. طب يعني ايه مهاجرين ويعني ايه انصار؟ طبعا المهاجرين هم اللي هاجروا وتركوا ديارهم وتركوا بلادهم. هم مين؟ هم اهل مكة. يبقى المهاجرين طبعا هم اهل مكة اللي خرجوا من ديارهم الى يثرب اللي هي المدينة، وطبعا بهدف نشر الدعوة الاسلامية. دول بنقول عليهم ايه؟ دول بنقول عليهم المهاجرون. طب الأنصار بقى، الأنصار اللي هم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أهل يثرب، أهل يثرب أو المدينة. دول اللي بايعوا الرسول وكمان نصروه بأموالهم وأنفسهم وبلدهم، إن هم استقبلوه كويس جدا ورحبوا بوجوده في بلدهم هم والمهاجرين. فإن الرسول أخذ إيه؟ إن هو إيه؟ بدأ إن هو يأخي يعني يبقى في أخوة كده ما بين المهاجرين والأنصار. طب ليه؟ ليه الرسول عمل كده؟ طبعا هنقول لكي يسود الحب والإخاء والتعاون بين المسلمين، فيبقى يكون في حب، كان في أخوة ما بينهم. وكمان الأنصار اللي هم أهل يثرب كانوا بيتسابقوا بينهم وبين بعضهم كده في إيثار أو تفضيل، ان هم يفضلوا المهاجرين عليهم، ان هم يديهم بيوتهم يديهم اموالهم، بقى يقسموا معاهم البيوت، يقسموا معاهم الاموال، يقسموا معاهم كل حاجة. فبقى في تفضيل للمهاجرين على الانصار. مين اللي عمل كده؟ هم الانصار نفسهم. ده بيدل على الحب وعلى ان هم بالترحاب القوي ليهم طبعا للمهاجرين وللرسول صلى الله عليه وسلم. الركن الثالث عندنا طبعا هو وضع مبادئ التعايش مع الآخرين أو مع الآخر. الرسول طبعا أراد إن هو يعمل إيه؟ الرسول أراد إن هو يضع نظام، حط نظام كده. أنا لازم يبقى فيه نظام علشان يحدد الحقوق ويحدد الواجبات وعلاقة كل من يقيم في المدينة، طبعا كما يحدد علاقتهم بمن هم خارجها. فكتب كتابا يعرف باسم صحيفة المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لازم يكون في نظام وكل واحد يعرف ايه الحقوق اللي ليه وايه الواجبات اللي عليه. فعشان كده قال ايه؟ قال انا هعمل صحيفة او هنكتب صحيفة هنسميها صحيفة المدينة او دستور المدينة. الدستور ده طبعا هو بيتضمن ايه؟ بيتضمن بنودا خاصة باليهود. بنود خاصة بمين؟ باليهود، فهم اخطر فئة في المدينة. طبعا لما جه الرسول واهل مكة او المهاجرين، طبعا كان في يثرب موجود فئات اليهود، كان في يهود موجودين في المدينة. فالرسول حب ان يضع ايه؟ نظام عشان يحدد هم ليهم حقوق ايه او ايه حقوقهم وايه واجباتهم وكل ده. فكتبوا في صحيفة او في الدستور سماه بصحيفة المدينة او دستور المدينة، لان طبعا اليهود معروف عنهم ان هم فئة خطيرة ومعروف عنهم بالخداع وبحاجات تانية كتير. فأراد الرسول أن يؤمن جانبهم، فطبعا يعرف كده ان هو يأمن من ناحيتهم كده، ولأن هو متعود عارف أو ربنا عرفه ان هم أكيد من ناحيتهم في غدر، بيبقى فيه غدر دايما وخيانة ناحية اليهود. فطبعا وضع نصوصا أمنهم فيها. أمنهم ازاي؟ ان هو ضع حرية العقيدة، يعني قال لهم دينكم انتوا حرين فيه، تعبدوا اللي تعبدوه، عايزين تخشوا في الإسلام ادخلوا في الإسلام، عايزين تفضلوا على عقيدتكم وعلى دينكم زي ما انتوا عايزين. وكمان أمنهم على أموالهم، يعني قال لهم أموالكم دي أمانة محدش يجي جنبها وهي خاصة بيكم. وكمان دور عبادتهم، يعني قال بقى ايه؟ انا ولا ههدم المكان اللي هتتعبدوا فيه ولا كل ده، انتوا ليكم حرية العقيدة او حرية الدين او حرية الايمان، وكمان دور العبادة اللي بتتعبدوا فيه دي حاجة خاصة بيكم مش هنيجي جنبها، مأمنها لكم كمان وهنأمن على اموالكم. طيب بشرط
كل ده احنا هنعمله معاكم بس بشرط ان انتوا تتعاونوا مع المسلمين في حماية المدينة من اي عدو. يعني اي حد هيجي يهجم على المدينة او يعمل معركة مع المسلمين في المدينة، انتوا تقفوا معانا وتساندونا وتتعاونوا معانا، لانكم انتوا ايه، معانا في قلب المدينة، عايشين معانا في قلب المدينة، وخلاص احنا هنأمن لكم وايه وسايبين لكم براحتكم. فبكده او بإقامة الاركان الثلاثة دولت اللي الرسول حددهم، طبعا كده تأسست اول دولة اسلامية في المدينة بقيادة مين؟ بقيادة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نشوف هنا كده جايب لنا الصحيفة اللي موجودة اللي هي صحيفة المدينة او الدستور. طبعا فيها ان المسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة من دون الناس. يعني المسلمين بقى سواء بقى جايين من قريش من مكة او اهل يثرب او المجاهدين، كلهم عبارة عن أمة إسلامية واحدة. وكمان ان اليهود لليهود دينهم مالهمش علاقة، خلاص ملناش علاقة بدينكم، وللمسلمين هما كمان دينهم، كل واحد حر في دينه. إلا من ظلم وآثم فإنه لا يهلك إلا نفسه وأهل بيته. أي حد هيظلم طبعا مش هيهلك غير نفسه وأهل بيته. ومن خرج من المدينة آمن ومن قعد آمن إلا من ظلم وآثم. يعني أو أثم، يعني إيه؟ يعني اللي عايز يخرج من المدينة هو حر براحته، هنأمنه. اللي عايز يقعد في المدينة برضه هيقعد في أمان براحته. طب اللي هيظلم هو بقى اللي جنى على نفسه. برضو حاجة هنا ممكن نعرفها ان كان الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا بيحمل الاحجار والطوب مع اصحابه لما بدأوا ان هم يبنوا المسجد، وهو ينشد اللهم ان الاجر اجر الاخرة فارحم الانصار والمهاجرين. كده خلاص خلصنا الجزء اللي انا كنت ناسياه. اتمنى لكم التوفيق والنجاح، وان شاء الله هنحل اسئله مع بعض. لو عندكم اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات وانا هجاوبكم عليه. مع السلامه في حفظ الله ورعايته.